ندى عارفة ان محمد شخص لا يجيد فن التلامس، ما بيعملوش، وان عملوه فبيعملوا ارضاء ليها. ولكن هو جسمه ما بيفتقدش التلامس، يعني ما بيقولش انا وحشني الحضن. ده انا ما حضنتش بقالي كتير. هي فاهمة ده وعارفة ده. فكانت لما تيجي في الاول تيجي تحضنه تلاقيه بيكش، بيرفع كتافه، بيتضايق، بيبعد نفسه، بيقولها في ايه انت هتفضلي لازقه. هو مش مدرك ان ده ممكن يزعلها، وشايف هو انت بتتخانقي معايا ليه عشان حضن. هو مش مدرك هو الحضن ده ممكن يكون بيعمل فيكي ايه، بيملأ. فندى من ذكائها بدأت ان هي تدخل له من حتة ان انا بحب حضنك، حضنك ده لطيف، حضنك ده بيسكن ألمي، حضنك الله، حضن الصباحي، الحضن المسائي، حضن سريع ومش لازقة على فترات متباعدة في اليوم، فأنا هاخده. طيب ندى بتقول هو أنا مطلوب مني إن أنا أفضل آخد الأحضان وأطلب وأعمل؟ طب أنا فين؟ أنا عايزة أبقى مرغوب فيا. أنت هتبقي مرغوب فيكي لما بتحققي كذا حاجة. ندى بتقول أنا لما بقيت أشتغل في البيت قدامه بقيت حد سكسي بالنسبة له قوي، بيبقى مبسوط مني، خصوصا لما بلبس حاجة ضيقة جدا جدا من عند الهانش، وافضل ان انا ادندن وانا بشتغل، بمسح بروق بعمل. هو بيكون انا ببقى شايفة فعلا انه بياكلني بعينه. ولكن لو هو قدرته الجنسية في الوقت ده قادر ان هو يديني، هتلاقيه ماشي يقرص، يخبط فيها، معرفش ايه، يتدلع معاها. لو قدرته او مش رايق ولا قدرته الجنسية في الوقت ده بتسمح، فهتلاقيه بيتجاهلها. ولكن هو بيجمع صور الذهنية عنها، وفي النهاية بيجي يوم بيطلع كل الصور الذهنية الجميلة السكسي بتاعتها، ويبدأ ان هو يحصل علاقة. ندى في الوقت ده كان بتفتكر ان هو ليه بيتجاهلني، هو انا وحشة، هو انا معرفش ايه. بس بعد كده لما فهمت طبيعة شخصيته ان هو قدرته الجنسية مش أحسن حاجة. مش فكرة، مش قدرته، رغبته الجنسية، رغبته الجنسية مش أحسن حاجة. فبالتالي هو بيتهرب، لأن هو بيبقى محتاج إثارة عالية، فمحتاج إن هي تبقى مبادرة شوية. فطبعا حتة ان هو اللي يبقى مبادر في وقت من الاوقات، لو هو فاصل جنسيا بسبب شغل او ضغوطات، مش هيقدر يديها فبيتجاهلها. فهي لما فهمت ده خلاص، فبدأت هي تشغله بقى. يعني هي بتكنس، هي بتعمل، هي بتروق، هي بتسوي، بتروح متدلعة عليه حاجة بسيطة وبتسيبه وتمشي، تديله شوية يعني تحابيش كده وإثارة وتسيبه وتمشي. فبتبدأ العلاقة ما بينه، هي بتسيره حاجات بسيطة ولكن بتسيبه وتمشي. ندى بتقول هو بدأ يحب حضني لما انا بقيت اوريله ان انا اوقات عادي ان انا احضنك، بس ممكن ما يحصلش علاقة. اللي هو حبيبي ممكن احضنك حضن سريع كده قبل ما انام، وتروح حضناه من ظهره بيسام طبطب عليه ومسح عليه وربنا يخليك ليا، وتروح هي اللي بادئه انها تبعد عنه قبل ما هو يبعد عنها. تمام، لان هو جسمه بيتحسس من الاحضان. فبتقولك انا لما بقعد فتره طويله في حضنه بحس انه بيفرك، فكنت بتضايق، بس لما فهمت ده بقيت ان انا احضنه حضن سريع وامشي. واحده في واحده، واحده في واحده، بتقولي بقى بيطول معايا في الحضن جدا، وممكن ما يحصلش علاقه. لما بتقولي اوقات لما بحس ان هو مرهق وتعبان بديله ظهري قبل ما هو يديني ظهره، بحيث ان انا اعرفه ان انا مش هيحصل علاقه النهارده. ولكن بعد ما اديله ظهري اروح ملفوته وبيساه واقول له تصبح على خير يا قلبي، وبيساه في في رقبته، بيساه في ايده، بيساه في راسه، واديله ظهري تاني واقول له ربنا يخليك ليا، ما يحرمنيش منك ومن حنيتك عليا. ندى بتقول انا بقيت طول الوقت بديله رسائل ايجابيه كتير جدا عن آم، الحنية، الحب، العطاء، الحنان، بحيث اني انا ببرمج دماغه. لما اقول له ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من حنيتك عليا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من حضنك، ربنا يخليك ليا وكذا كذا، انت احلى حاجه فيك كذا، احلى حاجه فيك كذا. الدماغ بتبرمج ده، والدماغ بتخزن ده، وبعد كده بتيجي تطلعه على في اوقات متفرقه، ان هو بيبدا ان هو يديها عشان ياخد.